السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنكلمكم عن الحمام. الفيديو بتاع كل يوم. بسم الله ما شاء الله، يعني الحمام ما شاء الله كله لحم العش بتاعه. وفي حمام بايت من زمان مرة بيطلع يعني، فايه انا لازم ابص عليهم كل يوم كده واخليكم تشوفوهم معايا عشان نطمن عليهم. دي بقالها فترة دي مع البيض بتاعها. المهم بقى ايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين الحمام يا جماعه في فتره الصيف بيبتدي بقى ايه نطلق منه. لو عندك جوز رفيع ولا حاجه كده صغير مش راضي يكبر فمش هيجيب معاكي ساعه، ابتدي اطلقيه وكبري الايه الحمام اللي موجود عندك. هي دي الفتره المناسبه لطلقان الحمام. وفي ناس كتير بتقول لي انت ليه حبساهم؟ طب ما انت ممكن تطلعيهم في مكان متهوي وياكلوا ويشربوا من الجو وما يكلفوكيش اكل. بصوا يا جماعه، كل واحد وراحته في الموضوع ده. يعني انا حابه ان هو حمامي كله يكون موجود قدامي، ما نقعدش بقى ايه حمامه تضيع حمامه بتاع نزعل عليها والكلام ده كله. الثانيه بعد ما بتحبس الحمام فتره كده وهو بايض زي ما انت شايفاه كده، ممكن تجيبي ليمون وتعمليه في بقه، تشمميه الليمون كده تدعكيه في بقه وتفتحي له الشبابيك، هيروح ويرجع عليكي. بس برضو الله اعلم، الحمام ده رزق بتاع ربنا، رزق غيبي ما تعرفيش فيه حاجه وما تتدخليش في حكمه ربنا، ممكن يطلع وما يرجعلكيش، الله اعلم. انا حابه ان هو يكون موجود معايا كده عشان ما يتبهدلش ونقعد نسال عليه وندور عليه كل شويه وكده احسن. اللي عاوز يسألني في أي حاجة تخص الحمام يعني ما تستغربوش، اسألوا اللي انتوا عاوزينه كله. وأنا بقالي فترة بربي حمام وابتديت أعرف عنه معلومات كتيرة جدا ممكن أفيدكم بيها. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.